اعلام جامعه المنوفيه. انا انضميت برضو للفرقه حب يعني في الموسيقى العربيه، وتربينا على الموسيقى، حاجه تنظف الودن في المجتمع اللي احنا فيه والموسيقى الغريبه اللي ظاهره يعني. طب وما انت كده بقى بتحبوا الموسيقى كلكم، ما انضمتوش ليه من الاول في الدراسه؟ بدل الزراعه وبدل الاعلام دخلتوا موسيقى عربيه. انا كنت منضمه في خلال مرحله دراستي كلها تقريبا في الموسيقى يعني. والله اه. جنب الزراعه يعني. اه. تمام. وانت يا هو جماعه؟ انا برضو الموسيقى كانت جنب الجامعه، يعني الاعلام برضو يعني ما بيجي، يعني لا ينفصل عن الموسيقى، يعني هو كله يعتبر فن وارتقاء بالثقافه، كله فهو ثقافه. كله ثقافه. تمام، نورتونا ربنا وشرفتونا. يخليك. تعرف على حضرتك. عماد حمدي محمد. عازف اورج في فرقه موسيقى عربيه، وبساعد مايسترو برضو ان احنا بندرب معاه الاصوات اللي بتيجي جديده او العازفين اللي بيبقوا جداد يعني. طبعا احنا من زمان، مستر محمد اخونا الكبير يعني، ومتربيين بقى يعني. كمان والدته كانت حاجه كبيره جدا في الموسيقى، وكانت مدربه برضو. احنا معاه يعني من فتره كبيره، حبا في الموسيقى كده كده بره. اصلا احنا مع بعض كجروب. فطبعا لما قصر الثقافة يعني اتجدد وكده فتح تاني، فالموضوع بقى أكتر أحلى يعني، إن إحنا نتقابل تاني ونلعب مزيكا مع بعض. مزيكا حلوة، فن كويس. إن إحنا نتمنى طبعا إن القصر ده يبقى مليان جمهور متابعين الموسيقى العربية والفن المظبوط يعني. شايف ايه الفرق بين الجمهور هنا في الاقاليم والجمهور في القاهره او اسكندريه؟ الموضوع بيبقى أكتر في توسع في القاهرة واسكندرية. هنا برضو احنا مش اقاليم قوي يعني، احنا محافظه برضو. بس هو ايه، الفن على ما الموضوع يوصل للناس، والناس كتير مش عارفه يعني. في ناس كتير نقول لها في قصر ثقافه، مش عارفين ان هو في بروفات او في حفلات بتتعمل. فطبعا بيتم عمل ده على البيج بتاع الصفحه بتاع القصر الثقافه، وبنكلم ناس بتليفون واصحابنا برضو كده. فبحس يعني شويه شويه الموضوع بيكتر يعني. الجمهور بيبتدي حاجه مفرحه بالنسبه لنا. نورتونا وشرفتونا في انتوا اللي المنوفيه. نورتوا الدنيا في الموضوع. اتفضل تعرف على حضرتك. اهلا بيك. حازم موسى. حازم موسى سولوست هنا في فرقة الموسيقى العربية، وبقالي 7 سنين كده في الفرقة. خريج ايه يا حازم؟ أنا خريج تربية عام كيمياء، يعني مدرس ملهاش كيمياء. علاقه خالص بالموسيقى يعني. انت معتمد على الموهبه اولا. اه، الموهبة أولا، وبعد كده بقى جينا انضمينا للفرقة، بروفات وتدريبات كتير مع المايسترو. الحمد لله المستوى في طلوع بالنسبة لكل الناس يعني، مش أنا بس. ما حاولتش طب تلتحق باي دراسه موسيقيه عشان تثقل موهبتك ويبقى ليك وزن كده؟ إيه، لا والله ما. ليه؟ بس احنا بنمارس الهواية بره. هو الموضوع يعني الغرض منه الاحتكاك، وأنا محتك بفنانين جمال وكبار. فنانين كبار جدا، والواحد يعني بيستمتع جدا 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 بصراحة بالشغل مع الناس كلها. ناس أفاضل كلهم، سواء موسيقيين أو كورال أو سولوهات. أقوى سولوهات طبعا محافظة المنوفية طول عمرها ولادة طبعا بالمواهب، تحديدا فرع المزيكا عامة. بس فأنا يعني من أكتر الناس اللي حبيت الشغل معاها جدا في الموسيقى العربية. انت كده انت متخصص يعني، انت أنا دارس آه وهاوي في نفس الوقت. أنا متخصص فعلا. طب انت اعتمادك بقى في حياتك على الفرقه بس والهوايه، ولا شغلك بقى ليك شغل تاني خارج لا، أنا مدرس موسيقى في مدرسة انترناشونال، في بس. وعندي استوديو بقى برايفت إن شاء الله يعني، بقى تحت الإنشاء يعني، دعواتكم بس. والموضوع طبعا مع الفرقة، بس طبعا يعني الشغل في الفرقة حاجة تانية طبعا، نظرا إن أنت بتيجي هنا بتحتكي بالجمهور على طول، فيس تو فيس مع الجمهور ستيج. فطبعا ده بيديكي دفع كبير جدا انك تطلعي كل اللي عندك مع كل عرض، علشان يفضل دايما انت عامله عمليه جذب للجمهور، بحيث انه تفضلي شداه. باذن الله يعني كل مدى مدى في ارتفاع باذن الله. التوفيق ان شاء الله يا حازم. أنا يوسف الدالي، مشهورة هنا بيوسف الدالي يعني. في الفرقة بقالي حوالي 3 سنين ونص. شاركت في إبداع 7 وأسبوع شباب الجامعات. ويعني بقالي يعني يعتبر من الناس اللي هو إيه يعني، في حب للفريق كبير قوي، من كذا كذا جيل عدى على الفريق يعني وكده. الحمد لله. انا هاوي الموضوع، مش خريج حاجه موسيقيه، انا تربيه رياضيه. تمام. واشتغلت في كذا مدرسه برضو، كنت بعمل فيها حفلات وكده، والحمد لله الدنيا كويسه يعني. وهنا الاساس يعني، مهما الواحد عمل حفلات وطلع بره والكلام ده، الموسيقى العربيه هي الاساس بتاعه. يعني حابين ان احنا بنقدم حاجه كويسه ونبسط الناس اللي معانا. تمام. وكفايه ان هو ده مكاننا اللي كان نفسنا. مع دكتور سمير الله يرحمه، المايسترو اللي قبل ده، كان نفسنا ان احنا يفتتح المكان والقصر وكده. فالحمد لله عملنا جزء من اللي كان نفسنا نحققه.
وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. محمد علي عازف قاعة في الفريق. بدايتي كانت منتخب كورال الجامعة، وبعد كده اتطورت شوية شوية احتكاك هنا بالقصر في الفرق اللي قبل كده مع الماسترو اللي قبل كده، وبعد كده انضميت واحدة واحدة للفريق، بقيت يعني ماسك الفريق كويس يعني. ده اعتمادك برضو الاساسي في الحياه على الفرقه ولا ليك شغل خاص لا برضو؟ أنا ليا شغل خاص، مجالين اتنين بره. أنا مالك صيدلية وأنا شيف حلويات شيف. كلهم مالهمش علاقه ببعض برضو. ملهاش علاقة ببعض خالص طبعا، لأن دراستي غير ده كله. أنا خريج ليسانس آداب لغة فرنسية بتقدير جيد جدا. ملهاش أي علاقة خالص بكده. الموهبه هي اللي طغت عليك في الاخر. لا، هي الموهبة أصلا عندي من صغري، من وأنا 5 سنين. بدأت شوية شوية لحد ما دخلت فرق أفراح زمان، ودلوقتي بقيت هنا في الموسيقى العربية بس. ما حاولتش برضو تدرس حاجه جنب غير تخصصك ده عشان تثقل الموهبه بتاعتك؟ تخصص بقى إن أنا يعني اندمجت شوية في دراسة اللي هي الأونلاين بس، إنما كدراسة وجوه الجامعة كده ملهاش لازمة في الآخر. اسمي الله عبد العزيز، لاعبة قانون في فرقة الموسيقى العربية. اهلا وسهلا بيك يا طارق. انت دراستك ايه بقى؟ دراستي في كلية تربية نوعية قسم موسيقى. تمام، يعني انت كده انت اللي توب بقى، بس دراسه مع موهبه. احكي لي عن انضمامك للفرقه، انضميتي ليهم امتى والفرقه اثقلتك بايه او ايه الاضافه اللي جات لك من؟ أنا انضميت دلوقتي يعتبر داخلة اهو في ال3 شهور أو ال4 شهور. الأسرة يعني زادني في ان انا اكون اقدر ان انا العب بمهاره اكتر من ان انا اكون في الكليه بس، بحس ان انا اتدربت يعني مارست هنا اكتر من اني بمارس في الكليه على الاله بتاعتي، فده بالنسبه لي انجاز كبير. طب اشمعنى آلة القانون؟ عشان صوتها حلو وصوتها شبه الهارب، وانا اصلا كده كده بحب الهارب. طب وانت شايفه نفسك في المستقبل في الفرقه هتبقي ايه، تعملي ايه؟ شايفه ان الفرقه دي كمان السنه اصلا انها تبقى على مستوى جمهوريه مصر العربيه بل عالميا كمان. توفيق ان شاء الله، يا توفيق.